هما شنو راهم خرجوا لهم أسوأ إسلام، إسلام ابن تيمية من الكتب وفرضوه فرض. فهمت؟ السلام عليكم. مع السلامة. نجم ندخل شوية برك؟ تفضل. يعني لو تتحدثوا على معرفة وهي معقول، أما حسيت أنكم تتحدثوا معناتها من غير معرفة. عشان أنت تحدثت على الإمام مالك، يعني الإمام مالك هذا من التابعين، يعني البخاري امتد العلم نتاعه كل من الإمام مالك. يعني كيفاش أنتم يعني اليوم تجوا تشكوا معناتها في معتقدات المسلمين؟ وثانيا نحب نسأل ما هو تفسيركم للإخوان المسلمين؟ ما هو تفسيركم للإخوان المسلمين؟ فهمتني ولا؟ اسكي تفسيركم لهم من ناحية سياسية، من منظور سياسي، ولا من منظور ديني، ولا هو مذهب معناتها جديد نحن ما نعرفوش معناتها شنو هي الخلط؟ واثنين يعني تونس معناتها من قديم الزمان يعني مسلمة، كيفاش معناتها تقول لي انت لو كان معناتها حادث تونس شوية معناتها مع بورقيبة معناها شوية معناتها المجتمع حاد شوية معناتها نحن معناها كنا معناها كفار حاشا وكلا. تونس إسلامية منذ العبادلة السبعة، مش منذ آدم مسلمة. لا منذ ما لا نحكي لك على تونس أنا. أي تونس منذ آدم، علاش مش منذ آدم؟ لا نعرف، احنا ما عندناش معناتها امتداد تاريخي لهالدرجة هذه. احنا معناتها كي ديجا نعرف يعني انت كي معناتها اقدم مدينه في العالم نتصور هي دمشق يعني، وهي عندها معناتها 12000 عام ما اكثرش ولا. دونك الحضاره القفصيه عندها 8000 عام. خلينا في تونس باهي القبسيه عندها 7000 عام، هذه الله اعلم معناتها ماهيش حاجه. لا هذا العلم يقول 8000 ل 12000 عام. لكن ماهيش معناتها ماهيش معترف بها بريمون. لا معترف بها، معترف بها الكبرى معناتها. اذا تسمح تفضل. اذا تسمح كبير السيد اللي احنا معناها قاعدين نحكيو بدون علم، هذه حاجه خليه يعلمنا. اي وقال حاجه اخرى، قال انتم معناها تشكوا في دين الاسلام. احنا يا صديقي الغالي نحن نبحث، واني شخصيا عندي اكثر من 30 عام خرجت من دين الاسلام باعتباره دين اجرامي، دين يقوم على الاجرام وعلى الكراهيه وعلى السبي وعلى القتل وعلى احتقار المراه والرجل وكل كائن، حتى الحيوانات محقوره في دين الاسلام. هذا رايك معناتها، هذا رايك معناتها. ولو انه عندي ادله، عندي دليل على ذلك. ولو انه انت معناتها ما دامك انت خرجت من دين الاسلام معناتها ولا داعي معناتها. لا 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 ما نسمحلكش لا داعي. فكر الوصايه هذا خليه في داركم مستحفظ به الليل. يعني تصور معناتها لا داعي تجرح معناتها فكر الوصايه نجرح كيما نحب ونحكي كيما نحب نجرح كيما نحب، لكن انت معناتها انت مدفوع الاجر. اي يخلصوا فيا تنوريك الكونسبت. نتصور يعني ما باحترام والله باحترام نحكي معك. انت مش محترم، انت انسان مش محترم. لا انا نحكي معك باحترام. انت انسان مش محترم. اول حاجه انت قاعد تخون في لحظه احنا نناقشوا في الفكره ما نناقشوش في الانسان. انت انسان مش محترم، تحب تحترم نفسك. ناقش الفكر يهديك ربي. تو انت قلت لي مدفوع الاجر الساعه. المفروض اني كان ما جيتش عند السيد كيفين تعرف شنو نعمل لك ولا اني يعرفوني يا جماعه هذول اللي معاك الكل. حتى انا نعرفك يا علي، حتى انا نعرفك راهو شكون تونس كامله تعرف معايا. اني احترم كامله تعرفك وما نعود بالسبعه راهو فهمني. لا ما نعود بالسبعه. احترم نفسك. عندك وين توس اسمعني، وما عندك وين باش تحترم نفسك وتبقى مسلم. ما عندك وين توصل والاسلام الى زوال. هذا الدين القذر الى زوال. دين القذورات اللي هو الاسلام الى زوال. يا الناس اللي تشارك في زواله. يا علي والله لو تحل 100 لايف كل يوم تحترم نفسك، تحكي مع سيدك علي، تحترم نفسك. والله الاسلام لن يتحرك له شعب. عودي الى زوال يتخبط هو الاسلام. والله الاسلام لو حاربته اشتد ولو تركته امتد، وهو في امتداد وعنده اشتد. واليوم في السنوات الخداعات امتد واشتد. عندك رحابه صدر، مادامك سالت سؤال خليهم يجاوبوك. رانا هوني مانيش باش نتعاركوا. انت عندك الحق انك تسال سؤالك، دونك خلي الاصدقاء يجاوبوك فقط. سهله برشا. ما عنده الاسلام نتاعك فاش امتد قاعد يضمحل، والناس قاعده تفيق، والريزو سوسيو واللي السوشيال ميديا بجميع انواعها قاعده تفيق في العباد شيئا فشيئا. صحيح الريتم بطيء شويه اما ان شاء الله توي يعلى، والعباد قاعده تفهم، وكل يوم العباد خارجه افواجا من القذاره هذه. على خاطر كل ما الانسان يزيد يتعمق ويفهم النصوص نتاعكم في تعلقها مع الاخر، في مع الديانات الاخرى، مع المخالف، مع المراه،
مع كل شيء انساني كل ما يزيد يكتشف قذاره اكثر واكثر، وكل ما يزيد يخرج من الدين هذايا. حكيت اول حاجه على الحضاره القبسيه، قلت ما هيش معترف بها وكذا، والاسلام الحضاره القبسيه فما دليل على وجودها، فما حفريات اركيولوجيه على وجود فما حضاره اسمها حضاره قبسيه. الاسلام نتاعك ما فما حتى نسخه اصليه للقران اللي انتم تستدلوا به وتقولوا ماهوش محرف، ما فما حتى دليل على وجود انسان اسمه محمد، ما فما حتى دليل على وجود ناس اسمهم الصحابه وعمر وعثمان وعلي، ما فما حتى دليل حتى نسخه اصليه لصحيح البخاري وصحيح مسلم، ما عندك حتى دليل اركيولوجي على وجود حاجه اسمها اسلام ومحمد وصحابه وكل اللي تقراوا فيه هذاهم الكل. الحضاره القبسيه احنا عندنا دار في البلاد العربيه نتاع سوسه عمرها اكثر من 2500 عام، عندها دليل، ومحمد بتاع عائله كانوا يسكنوا فيها، ومحمد ما عنده حتى دليل على وجوده، دار عمرها 2500 عام. دونك ما تتبجحش برشا بالتاريخ وكذا. حكيت على العبادله السبعه، لو كان جيت قاري ما نبالغوش، لو كان جيت قاري صفحه واحده في الكتب، معناتها كتب اسلاميه، كتب نتاع علماء المسلمين، معناها كتب نتاع القرطبي، وكتاب نتاع ابن كثير، وكتاب نتاع الطبري، وكتاب نتاع فخر الدين الرازي، وكتاب نتاع ابن الكثير، لو كان جيت قاري سطر واحد وتعرف العبادله السبعه شنو عملوا في شمال افريقيا باش جاوا نشروا الاسلام، اذا كان انت عندك جرام قتلوا لكم اكسيله اللي تتباهوا به، قتلوا لكم اكسيله وقتلوا لكم مازالوا باش يقتلوا لكم العبادله السبعه، فهمني ولا؟ العبادله قتلوا لك انت، العبادله السبعه شدوا لك جدتك انت، شدوا نكحوها. غايدكم تويك اكسيله لليوم هذا، غايدكم اكسيله. تعلم حاجه في حياتك، انت نحلف عليك عمرك ما قلت تستر في حياتك. عقبه بن نافع انت ما عندكش كرامه، حتى لو كان تعرف عقبه بن نافع قداش من امراه امازيغيه بعثها للشام، ايش بيها بطحنه بعد القمل من روسكم. عقبه بن نافع انا حالكم القمل من روسكم وجاب لكم التحرير وجاب لكم التنوير. عقبه بن نافع سبالك 80,000 امراه وبعثهم للشام، ولات المراه تتباع بحفنه من البطاطا ومن الفلفل. عقبه بن انت ما عندكش كرامه، انت يقتل لي واحد يجيك مسلم يشد لك امك ولا يشد لك اختك ترضى بالشيء هذا على خاطر مسلم شخصيا يا اخي، ما تحكيش علي يا اخي، ايش بك ما تعرفش تحاور، ناقش الفكره. انت انا نقول لك عقبه بن نافع وانت تقول لي شدوا لك ليك انت كتونسي، وانت ما تستحقش باش تكون تونسي، وانت ما تحكي ما تشخصنش ناقشك انت. الاسلام اللي جاء ونكحلك امك ونكحلك الجده نتاعك تفتخر به. العبادله السبعه اللي هما من اقذر ما فما في التاريخ، العبادله السبعه اللي هما من اقذر ما فما في التاريخ، جاوا نكحوا لك امك واختك بنص اسلامي، بنص ونكحوا اكسيله ونكحوا اجدادك اللي تهنى بهم انت اليوم. اجدادي ونفتخر بهم، اجدادي ونكحوهم، نكحوهم نكاحا من القبل ومن الدبر اليوم. ونكره الناس اللي انتم تقدسوا فيهم على خاطركم تفتخروا بهم، الناس اللي انتم ما عندكمش كرامه الكلكم تفتخروا بهم، خاطرك ما عندكش كرامه. اش تبي نعمل لك؟ سيدنا محمد حبيب 2 مليارات، سيدنا محمد حبيب 3 مليارات على وجه الارض. سيدنا محمد 3 مليارات. انا عجب سيدنا محمد لما يذكر اسمه هو يصلى عليه من مليار و700 فيهم 700 وانتم شرذمه واقليه، القران محرف، وانتم شرذمه واقليه وما عندكمش حتى تتكلموا. ومره كانك راجل يتكلم هيك في الشارع الحبيب بورقيبه في الجهه نتاعنا في المناطق لعنكم الله، يمسخ سبحان من حرم عليكم الفضه ومحمد ولحم الخنزير وام العبادله السبعه معك هبله تعودني فو عليكم. كلام زايد الكلام محمد نتاعك. لحظه الناس كل لحظه. السيد قال لك برا امشي حل فمك وتكلم في شارع الحبيب بورقيبه. السيد هذا داعيه ارهابي يدعو الى ارهاب الناس والى قتل الناس. السيد هذا قال لك انتم ما عندكمش الحق تتكلموا. السيد هذا قال لكم ما عندكمش الحق في الوجود. السيد هذا نزع عليكم الجنسيه التونسيه. السيد هذا مش سيد، هذا لا شيء، هذا لا شيء غير بعض. الناس هذول الى زوال والى زوال والى زوال، هم زايلين معنويا كثره، فهمني، مجرد كثره حشريه مثل التكاثر الحشري لا اكثر ولا اقل. هذول قاعدين يتكاثروا بالمنوي لا اكثر ولا اقل، قاعدين حشاكم ينكحوا في بعضهم ليلا نهارا، وقاعدين يتكاثروا، والعالم قاعد يبزق عليهم وقاعد يضحك عليهم، وقاعدين مجرد مخابر للادويه الاجنبيه وللادويه للتلقيح وما الى ذلك. الناس هذول ما يبيعوا في شيء وما يصنعوا في شيء، والناس هذول يعيشوا على خيرات الامم وعلى ما تنتجه الامم وما تصنعه الامم الاخرى. الناس هذول عايش بالتليفون بالتيك توك وكذا، التليفون الاخراني وكذا، فهمني، ويسب في الغرب ويسب في العلم ويمدح في عقبه اللي يجي حشاك نكحلوا امه ونكحلوا اخته
وهزوا بناتنا وهزوا وليداتنا وباعوهم فهمني في الشام وباعوهم في البلاطات الامويه. السيد هذا لا شيء غير رباع، ما يسوى شيء انسان. وكيف يقول لك اجا وتكلم قدام الناس وحلفهم قدام الناس، هذا اكبر دليل وانه الدين هذا دين رعب ودين ارهاب. خاطر المفروض كي تتكلم على فكره ما تتقتلش، كي تتكلم على فكره سوف يدير الناس اللي حاملين الفكره هذولا ناس ارهابيين. ارهابي سيد هذا، ودين الاسلام دينه الارهاب. واذا اذا كان للارهاب دين راهو الاسلام، والاسلام دينه ارهاب ودين قتل ولا غير ذلك. قال لك انت مدفوع الاجر، ما انت مدفوع الاجر وانتم تتكلموا بدون علم، وشكونكم انتم وما تتكلموش. واذا كان حتى انت تركت الاسلام ما عادش تتكلم. لا نتكلم جدك دي ماهوش جدك انت هذيك زاده. اذا انت تفرح وقت اللي واحد يجي ينكع لك جدك، فهنيئا لك الرخص معناها نتاعك. ولا نبقاو نتكلموا الى ان ينقطع النفس. وين نتكلم راهو في بالكم قاعدين نتكلموا في مصلحته السيد هذايا، وفي مصلحه اولاده ومصلحه الحشرات اللي مش ولدهم هو. خاطر هذايا ما يجيبش انسان، يجيب حشرات هو، والحشره تجيب حشره. والفكر الحشري الاسلامي هذا واحد منهم يلفي بارتي. يعرفني، تعرفني الناس كل تعرفني، وافتخر جو سوي فيير ديتر كيلكان دو ليبر. يعني انسان حر. حتى انسان في هالكون هذايا في 8 مليارات من نجم يملي عليا شنو نقول وشنو نعمل وشنو نتكلم. طالع قال لك لا والله حتى انت معناها ترك الاسلام ما عادش تتكلم. اسكت يا خويا الوقت تكلموا. لا 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 لا، الاسلام سيقضى عليه، والاسلام الى زوال لا يمتد ولا يتشد ولا فهمني. لا حكايه هذه نتاع هملوات الحكايه هذه. وعلى فكره اغلب الوقت نعيش فيه في تونس، يعني مقيم في تونس ما بين تونس والبرة، اما اغلب الوقت في تونس. والكلام هذا نقول فيه في تونس، نقول فيه في القهوه، ونقول فيه في الشارع، ونقول فيه في الخدمه، ونقول فيه في الحومه، ونقول فيه في البلايص الكل، والبريمه فيكم من على قمه. يا ودي زوال الاسلام راهو فيه خير وفيه مصلحه. نحكيوا على تونس، اخطانا من العالم الاخر. راهو فيه مصلحه لتونس، راهو فيه خير لتونس، راهو فيه خير لاولادنا والاجيال القادمه، راهو فيه خير لبلادنا. هذه الخرافه راهي لا تنفعنا ولا قاعده تضر فينا، ليس تنفع فينا. هذه خرافات. اعطيني شنو نافعك الاسلام.